وشك انه ينفجر في اراضي مصر، تسونامي على وشك انه يضرب شواطئ اسكندرية هيتسبب في ان اسكندرية تغرق تاني زي ما غرقت قبل كده، زلزال قوي على وشك انه يضرب اراضي مصر زي زلزال 92 ويمكن اقوى منه، تحية الالعاب الاولمبية في باريس اللي كانت اشبه بفيلم اباحي، توجيه اهانة مباشرة للمسيحية وللمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وترويج للبيدوفيليا وللشذوذ الجنسي، كمان ظهور الرموز والرسائل المباشرة جدا للماسونية او لعبادة الشيطان. كلها احداث حصلت الاسبوع اللي فات. هل تعلم يا عزيزي المشاهد ان كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ديت مشتركة وكلهم ليهم علاقة ببعض، كلهم فيهم عامل مشترك او كلهم بيؤدوا الى نفس الموضوع؟ ازاي؟ تعالوا طيب لما نتكلم واحدة واحدة كده ونفهم سوا. نتكلم الأول عن جزئية افتتاحية الألعاب الأولمبية في باريس اللي حصلت من كام يوم كده. دايما يا جماعة لما أي دولة بتستضيف الأولمبيات عندها بتحاول إن هي في الافتتاحية إن هي تظهر تاريخ الدولة ديت، أثارهم، حضارتهم، حاجة كويسة عن الدولة، لأن طبعا في ملايين من الناس بتتفرج عليهم. دلوقتي انتم مستضيفين الأولمبيات عندكم، كل دول العالم، اغلب دول العالم مشتركه في الاولمبياد، فطبعا كل الناس من كل انحاء العالم بتتفرج على الافتتاحيه، بتتفرج على الاولمبياد عشان تشجع فريقها. فلازم الدوله اللي بتستضيف الاولمبياد ان هي تظهر التاريخ بتاعهم، تظهر حضارتهم، تظهر صوره حلوه عن الدوله، يستغلوها بحاجه زي كده. حاجه شبه برضك كاس العالم، الدوله بتبقى مستضيفه بكاس العالم، بتشوفوا بيعملوا ايه في الافتتاحيه بتاعتهم. بس ايه اللي باريس عملته دي؟ يعني فين تاريخكم في اللي حصل ده؟ اللي حصل في باريس الافتتاحية بصراحة كانت يعني صدمت الناس كلها، حتى صدمت الفرنسيين نفسهم، جزء من الفرنسيين نفسهم. ايه اللي حصل؟ اول حاجة الافتتاحية ظهر فيها زي ترابيزة بتاعة عشاء وعليها مجموعة من الناس، ديت بتمثل لوحة اسمها العشاء الأخير، واللوحة ديت مشهورة جدا في عند المسيحيين. طبعا بتمثل سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام وحواليه الرسل بتوع يعني بتاع سيدنا عيسى عليه السلام. اللوحة ديت تم تصويرها تمام في الافتتاحية بتاعة أولمبياد باريس، ولكن جابوا سيدة، واحدة ست، هي اصلا يهودية، كان ليسبيان يعني مثالية الجنسية، يعني اللي بتحب الستات ما بتحبش الرجالة. فيعني جايبين واحدة زي كده، وكمان هي مش معترفة ان هي ولا ذكر ولا انثى، هي معترفة ان هي حاجة كده اسمها كوير. اي هوب بنطق اسمها صح، مش عارفة اللقب ده بيتنطق ازاي. كوير معناه ان انا بلا بلا جنس، ان انا مش انا يعني قصدي هي اتولدت بلا جنس، اللي هي ولا هي ذكر ولا هي انثى ولا هي اي حاجه، هي لسه هتحدد هي ايه، سواء كانت بقى ذكر او انثى او ميه او ترابيزه او جزره او ارنب، انا حره، هي حره يعني حدد اللي انا عايزاه. يعني كل حاجه حرام في الدنيا هي عملتها، فجايبين واحده زي دي تمثل سيدنا عيسى عليه السلام. يعني ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده غير ان هم جابوا كمان بقيه الاشخاص اللي على الترابيزه ديت اللي هي بتمثل رسل سيدنا عيسى عليه السلام، مجموعه من البيدوفيليا، اللي هم بيدوفيليا ديت مصطلح معناه ان ممكن يبقى شخص بالغ عنده 40 سنه، ممكن ان هو يحب ويتجوز طفل عنده 5 سنين عادي خالص، هم ماشيين في النظام ده، بالنسبه لهم الكلام ده عادي. فمجموعه من البيدوفيليا، ومجموعه من المتحولين جنسيا اللي هو يبقى راجل وعمل عمليه وتحول، وكمان مجموعه من المثليين اللي هو مثلا يبقى راجل ويحب راجل او ست بتحب الست، والكلام القذر ده. فانتوا متخيلين ان هما يعني الترابيزه فيها اشخاص كده وبس، مش جايبين حد عادي يوحد ربنا واقف من ضمنه. فطبعا الافتتاحيه كانت مهينه جدا للمسيحيين وللديانه المسيحيه، ولينا احنا كمان يا جماعه كمسلمين. يعني ان احنا اكيد لما نشوف حاجه زي كده، احنا يعني اكيد دي حاجه طبعا اهانه لينا، ان احنا معترفين بسيدنا عيسى عليه السلام، فان احنا نشوف اهانه زي دي، دي طبعا اهانه لينا احنا كمان، مش للمسيحيين بس هي كانت موجهه بطريقه دايركت للمسيحيين. طب ازاي؟ هو مش اصلا فرنسا اغلبهم مسيحيين؟ فازاي اغلبهم مسيحيين وبيعملوا حاجه زي كده؟ ببساطه يا جماعه، لان اللي انا قراته هو ان الفرنسيين عموما، الاوروبيين كلهم، بس اكتر حاجة الفرنسيين متعودين من هم صغيرين على الاهانة لدينهم المسيحية، وما عندهمش اي مشكلة في الموضوع ده. فعشان كده هم تجرؤوا على فعل حاجة زي كده، بيبقوا واخدينها بهدف الحرية، دي حرية مش اكتر. اللي هو يعني انتوا مثلا ممكن لو رحتوا فرنسا ممكن تلاقوا صورة للمسيح عليه السلام محطوطة في القطر كده،
ومتشخبط عليه، مكتوب عليه كلام مش كويس، كأن عاملين الصورة كأن دي واحدة ست او كأنه شخص متحول جنسيا، حاجات يعني استغفر الله العظيم. وهما بيشوفوا الحاجات دي عادي خالص ومكملين حياتهم عادي. في الواقع يا جماعة اللي انا لاحظته ان احنا كمسلمين او احنا كعرب فاكرين ان اكتر ديانة بتتعرض للإهانة هي الإسلام، ولكن ده غير صحيح. أكتر ديانة بتتعرض للإهانة في المجتمع الأوروبي خاصة في فرنسا هي المسيحية. الفرق بس إن يعني إن المسلمين في أوروبا أو في المجتمع الغرب بيبقوا بيغيروا جدا على الدين او على الاسلام، فعشان كده لما بتطلع اهانة ولا حتى بسيطة بيحصل ضجة كبيرة واللي هم رافضين حاجة زي كده. على العكس المسيحيين في الغرب خاصة في فرنسا ما عندهمش اي مشكلة او متعودين على ظهور الإهانة للديانة المسيحية. فعشان كده لما بيحصل إهانة للديانة الإسلامية تلاقي في ضجة وفي كلام وفي مش عارف ايه، فالناس كلها تعرف. ولكن يوميا كل ساعة في كل حتة في إهانة للديانة المسيحية ومحدش بيتكلم، فانت ما بتسمعش حاجة. عشان كده تفتكر ان الأكترية للإسلام، ولكن للأسف في أوروبا وخاصة في فرنسا بيعرضوا الدين المسيحي عندهم لإهانات شديدة جدا. وده هم متعودين عليه بسبب ان الأطفال من هم في المدارس خاصة فرنسا، يعني أنا بخص فرنسا في الكلام ده بالذات. الأطفال من هم في المدارس بيعلموهم ازاي ان هم يبقوا هاديين وعادي، اتس اوكي ودي حريه يا جماعه. يعني انت مثلا لو انت ماشي وشفت حد كاتب كلمه كده ولا كده على ديانتك عادي، دي حريه شخصيه. بيعلموهم الكلام ده في المدارس، فعشان كده الناس بتكبر على ان كل ده عادي. فلو انت هتروح فرنسا، لو انت كنت زرتها او هتزورها، بتروح هناك بتلاقي اهانات متعلقه في كل حته، صور لستنا مريم ولسيدنا عيسى عليه السلام، ابشع حاجه ممكن تلاقوها مكتوبه عليهم او على الديانه المسيحيه عموما. يا جماعه انا بوجه كلامي ده للمسيحيين في الغرب خاصه في فرنسا، تمام؟ مش المسيحيه عموما، لا، المسيحيين بس اللي في الغرب. طيب فعشان كده ظهور الحاجات ديت في افتتاحيه الاولمبياد بالنسبة للفرنسيين هي شبه عادية، ولكن طبعا عشان ديت ظهرت للعالم كله فعشان كده الموضوع حصل ضجة. وده كان النص الأول من اللي ظهر في افتتاحية الأولمبياد في باريس، اللي هو السخرية من الديانة المسيحية وظهور طبعا بشكل واضح وصريح البيدوفيليا والمتحولين جنسيا والكلام ده كله. تعالوا بقى للنص التاني وهو ظهور الرموز، تمام، الشيطانية او ظهور الرموز بتاعة عبدة الشيطان، الماسونية، المتنورين والحاجات دي كلها. وظهروا بطريقة واضحة جدا وبطريقة مباشرة في الافتتاحيات الأولمبية، اللي هو احنا كل مرة بنظهر الحاجات دي بطريقة اندايركت او غير مباشرة، لا المرة دي علني كده، اللي هو يا جماعة احنا كده. فده طبعا بيوضح السخرية من الديانة المسيحية. ده ملخص الافتتاحية الأولمبياد في باريس، اللي هو بينوا للعالم ان هم حاليا بيتبعوا ديانة الماسونية او المتنورين، وفي فرق ما بين الاتنين هقوله لكم بعدين. وان هم طبعا وجهوا اهانة بطريقة مباشرة جدا للديانة المسيحية. طبعا الاتنين عكس بعض، هنا بيعبدوا استغفر الله العظيم الشيطان، وهنا بيتبعوا سيدنا عيسى عليه السلام. فهم وجهوا رسالة مباشرة جدا للعالم، اللي هو يا جماعة احنا دلوقتي كده وكده، انتوا فاهمين؟ طيب ده ايه علاقته بالاشاعات اللي عماله تطلع حاليا بان في تسونامي هيحصل في الدول العربية في البحر المتوسط والكلام ده كله؟ قبل يا جماعة ما نتكلم عن ايه العلاقة، خلينا افهمكم حاجة بسيطة اعتقد اغلبكم عارفينها بس نتكلم فيها، وهو ان دلوقتي اللي بقى يقود العالم او اللي متحكمين في كل حاجة وهم جماعة الماسونية او المتنورين. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الماسونية وهم بيعبدوا او اللي هو عندهم الاله بتاعهم هو المسيح الدجال، استغفر الله العظيم يعني. طبعا دول هم اللي هيبقوا 70,000 يهودي اللي هيتبعوا المسيح او المسيح الدجال اول ما هيظهر. العكس المتنورين عندهم الاله بتاعهم او اللي بيعبدوه يعني استغفر الله العظيم وهو لوسيفر اللي هو الشيطان، تمام، او اللي هو ابليس. وبيسمين نفسهم المتنورين، وهم فاهمين يعني ان ابليس لما طرد من الجنة ونزل على الارض فهو
اخد نور الجنة، استغفر الله العظيم، يعني هما اللي بيقولوا كده، ونزلوا النور دوت على الارض، فهو ده اللي بعث الحياة وخلى فيه بني ادمين بقى وفي حياة على كوكب الارض. فعشان كده مسمين نفسهم بالمتنورين، حاجات يعني ايه، استغفر الله العظيم. هو ده الفرق ما بين الاتنين، بس في النهاية كلهم كفرة يعني، ولاد 60 في 70. المهم، فدلوقتي هم دول اللي متحكمين في العالم، وهم دول طبعا اللي عاملين كل المخططات اللي بتحصل حوالينا، اللي هو مثلا اشهرهم العرافين اللي بيظهروا في التلفزيون، زي مثلا ليلى عبد اللطيف وغيرها كتير، تطلع تقول هيحصل 1 2 3 4، ونلاقي ان بالفعل 1 2 3 4 حصل. فتيجي تسأل نفسك ازاي، لان ديت مخططات معمولة. طبعا احنا كلنا عارفين كذب المنجمون ولو صدقوا، محدش يعرف علم الغيب غير ربنا. فلما تقول حاجة وتحصل، فعشان ده اصلا مخطط مرسوم له، فهي بتطلع تقوله او هما بيطلعوا يقولوه، كلها مخططات طبعا من المنظمة الكبيرة اللي اتكلمنا عنها دلوقتي. من ضمن المخططات اللي اتكلموا عنها العرافين دول، وهو حدوث تسونامي قبل ما سنة 2024 اصلا ندخل فيها. قالوا ان في تسونامي هيحصل في الدول العربية، زي كل المخططات. بس ازاي هو ممكن تسونامي يبقى مخطط؟ هو مش ديت ظواهر طبيعية؟ فاكرين يا جماعة فيلم حملة فريزر، شيكو وهشام ماجد؟ فاكرين يا جماعه ان الفيلم ده مش مجرد خيال علمي، بالعكس الفيلم ده بيحصل حوالينا وبيحصل من زمان قوي، من سنه 1960. ايه ده؟ ازاي يعني؟ واحده واحده. في بدايه سنه 1960 في دراسات كتير قوي اتعملت، تمام، بهدف يعني المعلن عنه بان احنا عايزين نزود برودة كوكب الارض، لان كوكب الارض بسبب الاحتباس الحراري عمال طبعا ايه، درجة الحرارة عمالة تزيد. فده طبعا بيؤدي الى ذوبان القطبين، فبيعمل بقى الفيضانات والزلازل والحاجات اللي هي ايه، الكوارث الطبيعية اللي احنا متعارف عليها. فطلع مشاريع في بداية 1960 هو بتقول يا جماعة احنا هنعتمد على نوع من العلم اسمه الهندسة الجيولوجية الشمسية. الهندسة ديت هتساعدنا في ان احنا نتحكم في السحب، ونخليها ان هي تساعد في تبريد كوكب الارض، يكون كوكب الارض اكثر برودة، ونزود نقلل درجة الحرارة نص درجة. فده طبعا هيقلل من ذوبان الجليد والكوارث ديت. وهو ده اللي كان معروف من البروجكت، وهو مشروع تبريد الارض. ده كان الظاهري تمام للمشروع، ولكن الداخلي للمشروع انه بقى كان بيتعمل في قلب المشروع دوت اجهزة الاجهزة ديت بتتحط في اماكن معينة على كوكب الارض، بتساعد في حدوث زلازل، براكين، تسونامي مصطنعة، يعني ما بتكونش من صنع الطبيعة، بتكون من صنع الانسان، مصطنعة مش طبيعية. ومن ضمن الاجهزة دي كمان اتعمل اجهزة بتساعد في ان هي تزود درجة الحرارة او تقلل درجة الحرارة. وكان في نظرية كده الله اعلم صحيحية ولا لا، وهو ان درجة الحرارة بتزيد جدا في الدول العربية، وده صنع انسان، يعني هم عاملين زي جهاز هو اللي بيزود درجات الحرارة عشان يحصل تصحر في الدول العربية. فيا جماعة من كلام مايا صبحي تمام، اللي ظهرت من حوالي 11 سنة 13 سنة، هي ظهرت في 2011 في احدى القنوات المصرية، وقالت بالفعل ان دلوقتي بيتم عمل مشاريع اجهزة بتساعد في ان هي تعمل تسونامي وتعمل زلازل وبراكين مصطنعة ومش طبيعية، واتكلم عنها ناس كتير اوي مش مايا صبحي بس. فممكن يكون بالفعل الاجهزة دي اتعملت، فمن ضمن المخططات والله اعلم ان هم عايزين يعملوا الحاجات ديت بطريقه مصطنعه مش طبيعيه. فنيجي بقى نتكلم من صنع الطبيعه، فلما نيجي نبص على البحر الابيض المتوسط هنلاقي اصلا ان هو ما ينفعش يحصل فيه تسونامي، وده لان حركه البحر بطيئه جدا، فصعب جدا او من شبه المستحيل ان يحصل فيه تسونامي. دي حاجه تانية، انه اصلا صعب جدا انه يحصل زلزال في مصر، لان مصر مش تبع حزام الزلازل. هتقولي طب ازاي في زلزال حصل في 92؟ ببساطة لان الزلزال اللي حصل في سنة 92 كان بسبب حاجة حصلت، مش زلزال حصل من صنع الطبيعة، يعني هو كان زلزال طبيعي تمام. بس الفكرة كلها انه في سنة 92 نتيجة ان اتعمل بحيرات مصنعة زي بحيرة ناصر، فانت بتيجي مثلا عند مكان او ارض
الارض ديت مش مهيئه ان هي تستحمل ميه، فانت ما تقوم حاطط عليها ميه فبتعمل ضغط، فحصل زي كسر في الالواح التكتونيه في الارض، كسر بسيط قوي هو اللي ادى لحدوث زلزال 92. ولكن في الواقع ان مصر اصلا مش في حزام الزلازل، ممكن تتاثر من زلزال حصل في الدول اللي جنبيها، بس ان يحصل زلزال فيها الله اعلم. فانت لما تيجي تبص بقى على كل الكلام اللي احنا تناقشناه ده، اول حاجه انتشار العرافين، ظهورهم في كل القنوات، عاملين مثلا للدول العربيه، للدول الاوروبيه، لكل مكان ليه العراف بتاعه اللي بيطلع يقول التنبؤات اللي هي المخططات. ليه بيعملوا حاجه زي كده؟ عشان تلقائيا مع الوقت خلاص الشخص ده بقى اي حاجه يطلع يقولها الناس بتصدق، ما هو كذا حاجه عملها وحصلت. فعشان بعد كده لما يبقوا عايزين يقولوا حاجة او عايزين يعملوا حاجة والناس تصدقها، يبقى من خلال العرافين دول، من خلال طبعا مخططاتهم. وده غير افتتاحية الأولمبياد في باريس أكدت إنه خلاص يا جماعة لو احنا بقينا بشكل دايركت جدا، بشكل مباشر جدا بنعلن عن حاجة زي كده. وكلهم يا جماعة زي ما قلت لكم مشتركين ببعض، كلها مخططات، كلها تبع منظمات. في النهاية يا جماعة، هل بالفعل هيحصل تسونامي أو زلزال في مصر أو في الدول العربية زي ما كل الناس عمالة تقول دلوقتي؟ احنا كلنا عارفين ان لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. فيعني سواء عملوا اجهزة، عملوا مش عارف ايه، كده كده اللي مكتوب هو اللي هيحصل. فسواء بقى مخططات مش مخططات، الكلام ده كله طبعا ايه المفروض ان هو ما يبقاش فارق معانا في حاجه اصلا. فانا عايزه اقول لكم اصلا ان الزلازل بقى والتسونامي والاشاعات اللي عماله تطلع في كل حته دي مش فارقه معايا في حاجه اصلا. أنا اللي مضايقني في كل اللي انا قلته ده وهو اللي حصل في افتتاحيه الاولمبيات، اللي هو الاهانه اللي حصلت للمسيحيه او للمسيح عليه السلام. زي ما قلت لكم مش بس المسيحيين اللي المفروض يتضايقوا من حاجه زي كده، دي اهانه كمان موجهه للمسلمين، دي حاجه ما ينفعش يتسكت عليها، ولكن للاسف هيتسكت عليها. وبس كده يا جماعه، دي كانت حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك لو حابين يعني، وما تنسوش تفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب عشان انزل فيديو جديد يوصل لكم. بس كده، باي باي.